نتابعوا الكرة هذه ترجع لصالح دفاع منتخب غينيا الاستوائية الموجود كوكو يقطع والضغط من فراس شوات ممتاز جدا. فراس يدخل 16 متر و50. شنو يعمل فراس؟ يبرر بالرمضان. جول 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 ممتاز جدا من فراس شوات. الكرة لمحمد علي بالرمضان تجيب هدف المونديال. هذه الفرحة لنسور كارتاج بالتواجد للمرة السابعة في المونديال. عناق بين الفرجاني سيسي وسامي الطرابلسي. ممتاز جدا. فراس شوات يفتك الكرة من غير أنانية، كان ينجم يصوب لكن خير التمرير إلى محمد علي بالرمضان، والهدف في الوقت القاتل في 90+4 يمنح تونس ورقة العبور إلى المونديال منذ الجولة الثامنة في التصفيات. هذه الإعادة للهدف ممتاز جدا. ملا فراس شوات وجه لوجه مع حارس المرمى ويمرر إلى محمد علي بالرمضان ويمضي أولى الأهداف والتواجد منتخبنا الوطني التونسي في المونديال للمرة السابعة في تاريخه بعد سنوات 78 وذكريات علي الكعبي، 98 بذكريات اسكندر السويح وضربة الجزاء، وذكريات زبير بيا، شكري الواعر، عادل السليمي وغيرهم من الأسماء، 2002 ترؤوف بوزيان في مرمى بلجيكا، 2006 وذكريات جوهر المناري، زياد الجزيري، ثم بعد غياب رجعنا 2018 وذكريات الفوز على بنما والمشاركة في المونديال الأخير ضد الديوك الفرنسية بطلة العالم اللي ربحناهم بفضل هدف وهبي الخزري. ملا نسور كارتاج، مبروك لتونس التواجد للمرة السابعة في المونديال والثأر كرويا من منتخب غينيا الاستوائية في مالابو بالذات.